من القرن ال19 فرنسا قررت إنها تعمل صاحبة بيت، واحتلت فيتنام ضمن حاجة كانت اسمها الهند الصينية الفرنسية. يعني ببساطة فرنسا كانت عاملة نفسها الأم الحنون اللي بتربي أولادها بالقوة، لكن طبعا احنا عارفين إنها كانت بتستعمرهم وبتستعبدهم. الفيتناميين تعبوا من الاستعمار ده، من القهر ومن انهم بيشتغلوا في ارضهم لكن خيرها لغيرها. وفي وسط كل ده ظهر راجل صغير الجسم بس ضخم الفكر، هو تشي منا. الراجل ده كان شبه اسطوره بالنسبه للفيتناميين، اتعلم في فرنسا وسافر روسيا ودرس الشيوعيه، ورجع يقول احنا كمان لينا حق نعيش احرار، فاسس حركه اسمها الفيت منا، والناس بدات تتجمع حواليه. من سنة 1946 بدأت حرب داروس بين فرنسا والمقاتلين الفيتناميين، بس دي ما كانتش حرب عادية، ده كانت حرب غابات، والمقاتلين الفيتناميين كانوا بيتعاملوا مع الغابة كأنها بيتهم التاني، بيختفوا فيها زي الأشباح، بيزرعوا فخاخ في الأرض وينقضوا على العدو من حيث لا يدري. الفرنسيين كانوا متعودين على حرب شوارع وأوامر عسكرية وكلام من ده، لكن هنا الغابة جندي ممكن يتحرك متر واحد ويدوس على خازوق أو فخ أو تعبان، وفي سنة